السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حبايبنا من اسكندرية لأسوان ومن أسوان للسلوم من الوادي للدلتا وفي كل حتة في مصر، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم مستر أبو بكر مدرس مادة التاريخ للثانوية العامة. الدفعة تالتة ثانوي 2027، آخر دفعة هربت من نظام البكالوريا. عامل ايه يا أبطال؟ جايين لي النهارده، جايين عشان نعرفك الكورس التأسيسي الخاص بمادة التاريخ. هتقول لي يا مستر أنا تالتة ثانوي آخد كورس تأسيسي في التاريخ؟ ليه يعني؟ مش فاهم. هقول لك. علشان خاطر حضرتك هنفترض ان انا القائد بتاعك وانت الجندي الوفي المخلص ليا، الجندي اللي بتحبني جدا. ينفع ابعتك مهمه؟ انا بحبك برضو، ها؟ ينفع ابعتك مهمه اقول لك يلا نروح المهمه دي وانت اصلا مش مستعد ليها وما عندكش اي تفاصيل ولا معلومات عن المهمه؟ لا، هتخسر. كذلك الامر ثالثه ثانوي، ودي مهمه بتبدا من 1/8 بتنتهي في نص 7 سنه تقريبا مقفوله، فلازم تاخد شويه تفاصيل وشويه معلومات عن المهمه الجميله بتاعتك. طيب، الفيديو ده ينفع لطلاب الازهر وينفع لطلاب العام، لان زي ما شفنا السنه اللي فاتت امتحان الازهر كان تقريبا نسخه من العام، باستثناء ان طلاب العام عندهم سؤالين بس مقالي، اما طلاب الازهر عندهم 8 مقالي. غير كده هم متشابهين مع بعض في الاختياري وفي نفس الصيغ وفي نفس الافكار ونفس طريقه الحل وفي كل حاجه. طيب، انت عايز مني يا مستر من الفيديو ده؟ انا بستهدف الطالب اللي خايف من الماده، بستهدف الطالب اللي شايف نفسه ضعيف، بستهدف الطالب اللي خايف يراكم وفي نفس الوقت عايز يجيب مجموع كويس. لو انت مشيت ورايا يا حبيبي، اوعدك ان شاء الله هتجيب مجموع عالي جدا، بل ترتب جمهوريه، لان الطريقه بتاعتنا ان شاء الله هتطبقها في كل المواد وهتبقى حد كويس جدا. طيب، الطالب الشاطر حبيبي خليك مع المدرس بتاعك، انا مش عايزك. طيب، تعال نبدا كده. اول حاجه، المنهج بتاعنا بيتكلم على ايه؟ المنهج بتاعنا عباره عن 8 فصول، بس قبل ما ادخل ال8 فصول في شويه معلومات ما ينفعش انت تخش ثالثه ثانوي، ما ينفعش تخش ثالثه ثانوي وعندك تاريخ وعندك جغرافيا وما تعرفش المعلومات دي. ليه؟ للاسف هتشيل الماده، فلازم المعلومات دي لازم تبقى عندك. اول حاجه، ازاي اتعامل مع الاسئله. يعني مثلا عندك مصطلح اسمه اثر وهدف وبعد، وعندك وسيله، وعندك مدى، وعندك مصطلح اسمه مركزي، مصطلح اسمه وحدوي، دي صيغ اسئله، ومصطلح اسمه لا مركزي، ومصطلح اسمه فيدرالي، ومصطلح تاني اسمه الشبه، واوجه اتفاق، وقاسم مشترك، وتتماشى، واختلاف، وتناقض وعكسيه، وتضارب. الصيغ دي معناها ايه يا طالب ثالثه ثانوي يا جميل، يا اللي خلاص شهر 8 خلاص يومين وهيبدا؟ الصيغ دي معناها ايه يا اللي كبرت فجاه بقيت ثالثه ثانوي، يا اللي كنت لسه من كام يوم بتلعب وتتدلع؟ الصيغ دي معناها ايه؟ تعال نشوف. كلمه اثر يا شباب معناها اول شيء، او اول حدث، او اول شكل، او اول مظهر، او اول رمز. معناها اول حاجه بشكل عام. اديني مثال. على سبيل المثال، في عهد الخديوي اسماعيل دول اوروبا لما طلبته بالفلوس بتاعتهم، فدول اوروبا بداوا يبعتوا يقولوا له احنا عايزين فلوسنا، عايزين فلوسنا، عايزين فلوسنا يا اسماعيل، واسماعيل يقول لهم ما فيش فلوس يا حلاوه، ما فيش فلوس. فقال له خلاص احنا هنبعت لك ناس تتاكد تشوف انت عندك فلوس ولا لا. فبعتوا مستر كييف، وبعدها بعتوا ميس يوفييه، بعدها عملوا صندوق الدين، بعدها عملوا المراقبه الثنائيه ولجنه التحقيق الاوروبيه، عملوا حاجات كتيره قوي. لما يطلب مني الاثر، اثر الازمه الماليه بالنسبه لدول اوروبا على الخديوي اسماعيل، يبقى هنا عايز اول حاجه حصلت اللي هو مستر كييف، بعت واحد اسمه كييف. طب هنقول ان في ملك عندنا اهتم بالزراعه والصناعه والتجاره، الاثر اقول له الزراعه عشان دي اول حاجه. طب هنقول مثلا ان انت لما بتصحى الصبح بتعمل 100,000 حاجه في يومك لحد بالليل، الاثر اول حاجه عملتها. يبقى لما يقول لي اذكر اثر معناها ان هو عايز اول حاجه. اوعى تقول لي نظام الاختياري الاربع اختيارات بينفعوا، اوعى تقول كده، انت خلاص كبرت، يعني المفروض تبقى فاهم. طيب، كلمه هدف هي غايه، هي دافع، هي جانب. اثر، غايه، دافع، جانب. طب كلهم معناهم ايه يا شباب؟ قال لك كلهم معناهم حاجه من دول. لو سأل على زراعه او صناعه او تجاره او اي حاجه ليها علاقه بالفلوس، زراعه صناعه تجاره، بقول اقتصادي. لو سأل على ملك او دوله او نظام حكم، ملك، دوله، نظام حكم، بقول السياسي. سأل على جيش او حرب او معركه او معدات عسكريه، شطور، بقول عسكري. سأل على مجتمع او عادات وتقاليد، مجتمع وعادات وتقاليد، بقول اجتماعي، عاش. سأل على أي ديانات، بقول ديني. سأل على أي علوم، بقول ثقافي. تمام؟
طيب كلمة بعد عكس أثر، هي أثر كان معناها إيه؟ ها؟ الله ينور، أول شيء زي ما قلت لك بعد معناها آخر شيء. تعال أديك مثال، هنقول مثلا إن أنت صحيت الصبح صليت الصبح، ده كده الأثر بتاعك، وبعدها أنت بدأت تذاكر، بعدها رحت الدرس، بعدها رجعت بالليل صليت العشاء ونمت، هنفترض أهو أنت يومك كله بره. يبقى انت ايه الاثر؟ اول حاجه عملتها ده كده اسمه اثر. البعد اخر حاجه عملتها. كذلك الامر لما بنيجي نطبق الكلام ده على الملوك. الملك مسك عمل كذا حاجه، ايه الاثر؟ ايه اول حاجه الملك عملها؟ ايه البعد؟ ايه اخر حاجه الملك عملها؟ طب كلمه مدى ممكن تيجي بمعنيين، مدى قريب ومدى بعيد. لو قال مدى قريب معناها عايز الاثر، معناها عايز اول حاجه الملك عملها. انت عندك 157 شخصيه، فلازم تعرف الاثر والبعد، ده ابسط حاجه يعني. والبعد معناها اخر حاجه. طب كلمه وسيله، بما ان منهجنا كله ملوك، فكل الملوك اللي في المنهج الوسيله بتاعتهم حاجه من اتنين، ما لهمش تالت. لو ملك بيبعت جيوش لملك على طول باستمرار، يبقى الملك ده وسيلته عسكريه. لو ملك بيتفاهم وبيتفاوض مع ملك، يبقى الملك ده وسيلته دبلوماسيه او سلميه او احتواء. اديني مثال. اول كلمه في المنهج بتاعنا بقول لك في ملك اسمه لويس ال14 بعت حمله عسكريه من اجل احتلال مصر. بعت حمله يعني جزء من الجيش، جيش صغير كده. يبقى الملك ده وسيلته صح عسكريه، بعت جيش. بعدها على طول تاني سطر بيقول لك ان في ملك اسمه لويس ال15 بعت رساله للسلطان العثماني يقول له بعد اذنك انا عايز اخد مصر. هو بعت جيش ولا بعت له رساله؟ يبقى ده وسيلته دبلوماسيه. وهكذا. ابوك بيتعامل معاك في البيت ازاي؟ والله ابويا بيتفاهم معايا، ولما اقول له عايز حاجه يقول لي عينيا واديني اللي انا عايزه. كده ابوك وسيلته دبلوماسيه. انما مثلا اروح اقول لابويا انا داخل ثالثه ثانوي وعايز اجيب ايفون مثلا، مثلا يعني خلينا ننزل شويه 13 برو ماكس، ابوك في الحاله دي هيروح مديك بقى بالبوكس في وشك. في الحاله دي ابوك وسيلته عسكريه، مش سلميه خالص. سرتين ابو سرتين، انت روح ذاكر. المهم، عندك مصطلح كمان اسمه مركزي ووحدوي. مركزي ووحدوي معناها ان الدوله عندها عاصمه واحده بس، فالدوله هنا يتقال عليها دوله مركزيه. وحدوي يعني نظام حكمها يخضع لملك واحد بس، فالدوله هنا دوله مركزيه. طيب لا مركزي او فيدرالي معناها ان دوله زي السودان مثلا عندها حكومتين، مقسومه السودان وجنوب السودان، فيتقال عليها دوله لا مركزيه او دوله فيدراليه. ايه علاقه ده بالتاريخ؟ هقول لك. لو قال لك مثلا ثوره القاهره الاولى خرجت من حي الازهر، وحي الازهر ده مكان واحد صح، يبقى الثوره خرجت بشكل مركزي. طب لو قال لي ثوره القاهره الاولى خرجت من عده اقاليم، يبقى خرجت بشكل لا مركزي. يبقى باختصار لو حدد لي نقطه واحده بس، سواء بقى الجيوش خرجت من نقطه، الثوره خرجت من نقطه، الدوله اتحركت في نقطه واحده، او ملك واحد حاجه واحده بس، يبقى مركزي او وحدوي. طب قال لي حاجتين او ثلاثه او اربعه او خمسه او 10، يبقى لا مركزي او فيدرالي. ماشي. تعال نشوف بقى اسئله الربط. عندك مصطلح اسمه شبه واوجه اتفاق وقاسم مشترك وتتماشى وارتباط. عد معايا كده، عد معايا 1 2 3 4 5. الخمس صيغ دول يا شباب معناهم الشبه. يعني ايه يا مستر؟ يعني يقول لك مثلا الملك لويس ال14 عايز ياخد مصر، والملك لويس ال15 برضه عايز ياخد مصر، يبقى هم متشابهين في الرغبه في احتلال مصر او في السيطره على مصر. اما بقى كلمه اختلاف او تناقض او تضارب او عكسيه او تباين، الخمس صيغ هنا معناهم اختلاف. احنا قلنا ان الملك لويس ال14 وال15 عايزين ياخدوا مصر، فعلا ده شبه. بس لما اجي اقول لك ده وسيلته عسكريه وده وسيلته دبلوماسيه، يبقى العلاقه هنا بقت علاقه تباين في الوسيله. تمام؟ تمام. طيب تعال نشوف كمان عندنا ايه تاني. عندنا مصطلحات برضو لازم تعرفها، زي مصطلح اسمه الامبرياليه، حكم الامبريالي، او ديكتاتوري، او مطلق، او حكم اسمه اوتوقراطي، او حكم اسمه ارستقراطي، او اقطاعي او راسمالي، وكلهم تقريبا نفس المعنى. معناها ايه؟ معناها قله تتحكم في الدوله، او شخص يتحكم في الدوله. لا اما شخص هو واصحابه، لا اما شخص لوحده، زي في عهد الملك لويس 14 و15 و16. وفي الغالب ده بيتقال على الحكم الملكي، وده معناها حكم ظالم. ما دام في قله اغنياء جدا 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 جدا، يبقى في كثره فقراء جدا 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 جدا، فتخلي بالك. طيب لاحظ ايه عكس الكلام ده؟ عكس الكلام ده كلمه حكم ديمقراطي، حكم جمهوري،
معناها اختيار الشعب للحاكم او حكم الشعب بنفسه لنفسه. تمام؟ يعني الشعب بيختار واحد منهم يحكمهم. ده عكس كلمه ايه اللي هو النظام الفردي او النظام الوراثي ده. طيب لاحظ كمان عندنا شويه صيغ لازم تكون عارفهم. ما ينفعش تكون داخل ثالثه ثانوي وما تعرفش الصيغ دي. احنا اتفقنا ان دي المعلومات اللي هتساعدني في المهمه بتاعتي. طيب عندك كلمه انتهج وكلمه انتهك وكلمه صار على نهج وخالف النهج. طيب واحده. كلمه انتهج جاء من نهج، يعني جاء من كلمه تنفيذ، نفذ. انتهج الحكم الدستوري يعني نفذ الدستور، ماشي على الدستور. طب كلمه انتهك معناها خالف. انتهك الحكم الدستوري يعني خالف الحكم الدستوري. يبقى احنا هنشوف شخصيات في المنهج، لو قال لك مثلا انتهج نهج محمد علي يبقى ده بيقلد محمد علي. انتهك نهج محمد علي يبقى ده خالف نظام حكم محمد علي. طيب عندك كمان مصطلحات زي مصطلح اسمه السواد الأعظم. لو انت كل ده قاعد معايا من غير ورقه وقلم يبقى انت بتهزر. اكيد لازم يكون معاك ورقه وقلم، لازم تكتب الكلام ده، هيفيدك والله. عندك حاجه اسمها السواد الاعظم وهنا معناها الطبقه الدنيا. وعندك حاجه اسمها البرجوازيه ودي معناها الطبقه الوسطى. احنا خدنا العليا اسمها ايه؟ ديكتاتوري والكلام ده. هنا بقى اسمها برجوازيه ودي اسمها سواد اعظم. خلي بالك مش هتلاقي كلمه طبقه دنيا وعليا ووسطى، مش هتلاقيها انت في ثالثه ثانوي، افهم بقى. طيب عندك كمان مصطلح اسمه ثوره، وكلمة ثورة معناها حركة تهدف للتغيير. لو غيرنا الملك بقت ثورة سياسية، غيرنا الجيش بقت ثورة عسكرية، غيرنا طبقات المجتمع بقت ثورة اجتماعية، غيرنا الدين بقت ثورة دينية. يبقى ثورة معناها تغيير. تمام؟ طيب عندك كمان مصطلح تاني اسمه احتلال واستغلال وإمبراطورية ومستعمرة. والأربعة نفس المعنى يا شباب، معناها إقليم يحكمه أجنبي، أجنبي يعني غير صاحب الأرض، أو يستغله اقتصاديا. يبقى خدها قاعدة، أي دولة هتيجي تحتل دولة هدفها اقتصادي، يعني السيطرة على خيرات الشعوب. تمام؟ تمام. طيب تعال نشوف برضو بعض الصيغ المهمة جدا 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 لازم تكون عارفها. بص عندك سؤال بيقول عليه براغماتية. وفي صيغة تانية اسمها راديوكالي، وفي نظرية اسمها نظرية الفراشة، وفي نظرية كمان اسمها نظرية ديل الحصان، وفي مصطلح عندنا في المنهج اسمه الديك الرومي، ومصطلح اسمه بص العصفورة. طبعا عارف ان انت بتضحك صح؟ والله دي مصطلحات في المنهج. والله يا ابني الكلام اللي بتسمعه عندنا، يعني انا مش عايز احلف، بس الكلام اللي بتسمعه عندنا مش تسمعه عند اي حد خالص. مفيش حد قال لحد اللحظه اللي انا واقف معاك فيها دي. بعد كده في ناس هتقول والله انا مش عارف، بس لحد اللحظه دي الكلام ده يخليك داخل الماده متمكن منها جدا جدا جدا. تعال نشوف. براغماتيه عندنا مصطلح في المنهج يا شباب بيقول لك ان الدول الاوروبيه لا تنظر الا لمصلحتها. المصطلح ده هنقوله مع بعض اكتر من 200 مره مثلا. فالوزاره السنه دي مع الدفعه اللي قبلك على طول شالت كلمه الدول الاوروبيه لا تنظر الا لمصلحتها دي وضافت مكانها كلمه براغماتيه. براغماتيه معناها ان في شخص او دوله بص لمصلحته. هندي مثال، هيقول لك واحد شخص مملوكي هناخده في منهج اسمه مراد بك. مراد بك ده لما نابليون قال له ايه رايك تمسك حكم الصعيد قال له لا. جه بعد كده شخص اسمه كليبر قال له ايه رايك تمسك حكم الصعيد قال له ماشي. فيقول لك ايه الشخص المتناقض ده؟ الشخص ده بص لمصلحته. وكلمه بص لمصلحته بتيجي في الاختيارات اهتم بعلاقته البراغماتيه. تمام؟ طب كلمه راديوكالي وكلمه شيزوفرينيا الاثنين معناهم انفصام في الشخصيه، او شخصيه اتحولت. شخصيه كانت بتحب حد جدا جدا فجاه بقى يكره الحد ده. وطبعا انا ما كنتش اقصد احط ايدي على الجرح، معلش حقك عليا والله ما اقصدكش انت. اي بني ادم بيتغير بقى اسمه عنده مرض اسمه شيزوفرينيا او شخص راديوكالي. وعندنا شخصيات في المنهج بتتغير، كانت مع الشعب وبتكره الشعب وبتتحول على الشعب. طيب نظريه الفراشه او القوه التي لا يلقى لها بال، معناها حد دول اوروبا او الدول بشكل عام او الناس بشكل عام ما كانوش يعرفوا ان هو يبقى قوي وفجاه بقى له تاثير كبير جدا جدا جدا. والمنهج كله عندنا
نظريه الفراشه والقوى التي لا يلقى لها بال بينطبق على شخصيتين. شخصيه محمد علي لما بنى مصر، محمد علي ده كان جاي والي تبع السلطان العثماني، هنفهم الكلام ده بالتفصيل مع بعض. محدش كان يتخيل ان هو يعمل دوله، فعشان كده بقول لك ايه، لا يلقى له بال. طيب ايه كمان؟ بلغاريا، دوله اسمها بلغاريا، دوله صغنونه كده جنب السلطان العثماني، هزمت السلطان العثماني وفرضت عليه معاهده، فبرضه اتقال عليها قوه لا يلقى لها بال. وبيشبهوه بالفراشه لان الفراشه مش مؤذيه، فجاه بقى شخص عملاق جدا. طيب ايه كمان؟ ديل الحصان، ده مصطلح اتكرر في الاسئله، بقول لك لو خدنا شعره من ديل الحصان هل هتكون لها تاثير ولا لا؟ طبعا شعره من ديل الحصان اتطبقت في المنهج عندنا على مصر لما قفلت خليج العقبه مرتين. ليه؟ لان الخليج ده يعتبر مضيق صغنون كده بيربط البلاد ببعضها او القارات ببعضها، في مصر قفلته، يبقى ديل الحصان هنا معناها الحاجات البسيطه اللي بيكون لها تاثير كبير بعد كده. طيب الديك الرومي مصطلح امريكا اطلقته على جمال عبد الناصر، كان اسمه مصطلح اصطياد الديك الرومي. لو وقعنا جمال عبد الناصر هنوقع البلاد العربيه، على اعتبار ان مصر اكبر دوله فيهم فيقدروا يسيطروا على الباقي. طيب ممكن على فكره يجيبوه بقى على حسب حد، شخصيه تانية مش شرط، انا بقول لك هو اتذكر السنه اللي فاتت ازاي، ممكن السنه دي يجي بطريقه تانية. طيب بص العصفوره، بص العصفوره دي الخطه اللي مصر عملتها في حرب اكتوبر، هي خطه اسمها خداع استراتيجي، وكان اسمها على الورق في مصر بص العصفوره، ان احنا هنلهي اسرائيل ان احنا مش مستعدين لحرب، بس احنا كنا مستعدين كويس جدا جدا لحرب اكتوبر، فقدرنا ان احنا ننتصر عليهم. طيب عندك كمان، عندك مصطلحات تانية تاخد بالك منها، زي احنا خدنا انتهج وانتهك وخدنا ماشي. من المصطلحات الحلوه قوي التقيله اللي الطالب ما ياخدش باله منها، يقول لك ايه بقى؟ جاء ليأكلنا فأكلناه. كمان ما نجحت فيه أنا فشلت فيه أنت. تحس كده ايه، اتنين قاعدين بيكيدوا بعض. طب ايه كمان؟ لو حدث لم يحدث. احيه ايه مستر الكلام ده؟ والله ده في منهجنا، اقول لك حاجه، ده في اول باب كمان. جاء ليأكلنا فأكلناه، المنهج بتاعنا هيقول لك ان نابليون جاي مصر عشان يقطع ويحاصر انجلترا في مصر، يعني يقطع تجارتها وكده، يعني نفهمها بالتفصيل مع بعض. تقوم انجلترا هي اللي تحاصره في مصر، يبقى ده بينطبق على علاقه انجلترا بفرنسا. بالمناسبه بما ان احنا اتكلمنا عن انجلترا وفرنسا، فرنسا كانت اقوى دوله بريا عشان كده بيتقال عليها الاسد، وانجلترا كانت اقوى دوله بحريا عشان كده بيتقال عليها القرش. يعني ممكن تلاقي اسئله في المنهج بتقول لك الصراع بين الاسد والقرش، يبقى انت عارف ان لو الصراع ده بحري انجلترا تكسب، لو الصراع ده بري فرنسا هي اللي تكسب. تمام؟ طيب ما نجحت فيه انا فشلت فيه انت، الجمله دي محمد علي يقولها لنابليون. ليه؟ لان محمد علي نجح في دخول عكا بس نابليون فشل في دخول عكا. لو حدث لم يحدث، سؤال بيتكرر كتير قوي قوي قوي، لان التاريخ اصلا عباره عن احداث حصلت فترتب عليها كذا، حصل كذا ترتب عليه كذا، حصل كذا ترتب عليه كذا. فبقول لك لو حدث ايه ما كانش هيحصل ايه. لو حدث مثلا منهجنا فيه حاجات كتير قوي 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 قوي. لو حدث ان نابليون انتصر في المعركه البحريه ضد، لو حصل ان نابليون انتصر على انجلترا في اوروبا لم تاتي الحمله الفرنسيه الى مصر، وهكذا. يعني صيغه سؤال حلوه جدا 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 جدا، تاخد بالك منها. طيب من الاسئله برضو اللي احنا عايزين نركز على الصيغ بتاعتها، الكلام ده انت لو فهمته بدري هتبقى حد نينجا جامد جامد بجد، هتبقى حد ما حصلتش، لان دفعه السنه اللي فاتت انا ما كنتش شغال معاه غير في الاخر، فتخيل انت من اول يوم كده انا شغال معاك سنتر وشغال معاك منصه وشغال معاك يوتيوب وهحل معاك، فانت بجد هتبقى حاجه ما حصلتش. طيب تعالى كده نشوف مع بعض بقى. من الاسئله اللي تاخد بالك برضو منها ان انت ازاي تفرق بين القرن والعقد. هتقول لي يا مستر القرن 100 سنه، حلو، والعقد 10 اعوام، ماشي. تعرف بقى تقول لي لو قلت لك احنا في سنه 212 ده القرن الكام؟ او لو قلت لك في سنه مثلا 414 او سنه مثلا 101 ده القرن الكام والعقد الكام؟ القاعده الثابته عندنا بتقول لو التاريخ يتكون من 3 ارقام باخد اخر رقم على الشمال وبزود واحد، يبقى ده كده القرن الثالث، واللي تحتيه القرن الخامس، واللي تحتيه القرن الاول. سهله اهي. طب لو التاريخ بيتكون من 4 ارقام باخد اخر رقمين من على الشمال وبزود واحد، يبقى ده كده القرن 13 ال 15 ال 12. طيب ودي بقى مثال على اي حاجه، يعني مثلا انت مواليد كام تقريبا؟ انت مواليد 2009 صح؟ هتروح واخد اخر رقمين، يبقى انت مولود في القرن الكام؟ مولود في القرن
ال21. هتقول مثلا ان والدك مواليد مثلا 1980، يبقى والدك مواليد القرن العشرين وهكذا. طب بحسب العقد ازاي؟ باخد تاني رقم من على اليمين، يعني التاريخ 3 ارقام او 4 ارقام، باخد تاني رقم من على اليمين وازود واحد، يبقى ده العقد التاني، ده العقد التاني، ده العقد الاول. طب تعالى كده، ده العقد الاول زودت واحد على الصفر، ده العقد التاسع، تمام، وهكذا. سؤال سهل اوعى يتوه منك يعني. طيب كده احنا عرفنا بعض الصيغ اللي بتتكرر ليا في الاختياري. اسئله المقالي بقى عباره عن بما تفسر وما النتائج وما رايك وما تقييمك، حاجات سهله ان شاء الله، وهم افكارهم مش كتير وهنشتغل عليهم واحنا ماشيين برضه، مش هنسيب حاجه ان شاء الله يعني. عايزك تركز بقى هنا في حته ثانيه. انا عندي كام عصر؟ المنهج بتاعك يا شباب عباره عن 4 عصور. العصور اسمها العصور التاريخيه. افتكر كده في اولى ثانوي ليه سميت عصور تاريخيه؟ هتروح قايل لي لانها بدات بعد معرفه الانسان، صح شطور، الكتابه والتدوين، الله ينور عليك. طب هم كام عصر بقى؟ احنا عندنا يا شباب 4 عصور. كام عصر؟ 4. تعال نشوفهم كده. عصور قديمه، وسطى، حديثه، معاصره. معلش هديك نبذه صغيره كده بس هفكرك. العصور القديمه اللي هي بدات من 4000 قاف ميم، اللي هو التاريخ الفرعوني، انت خدته في سنه اولى ثانوي فشكرا مش عايزه تاني. العصور الوسطى اللي هو التاريخ الاسلامي، خدته في ثانيه ثانوي فبرضه شكرا مش عايزه تاني. اما العصور الحديثه اللي هي بتبدا من سنه 1453، يعني تبدا من القرن ال 15 حتى سنه 1914، يعني بتنتهي في القرن العشرين. والعصور المعاصره اللي بتبدا من 1914 حتى الان، يعني لحد 2026 و2027 اللي هو انت يعني. العصور دي يا شباب دي اسمها عصور معاصره. ده منهجك بقى، العصور الحديثه والعصور الايه المعاصره. طيب تاني حاجه ايه؟ تالت حاجه لازم تعرفها عن منهجك، ان انت عندك حاجه اسمها التوازن الدولي او الصراعات الدوليه. لازم يكونوا دولتين هم اللي مسيطرين على العالم ويسمحوا لبعض الدول تعيش معاهم وتتاجر معاهم، بس هم 2 بس، ما ينفعش يبقوا 3، لان لو بقت دوله ثالثه بنفس القوه بتاعتهم، الدوله الثالثه دي بتاكل حد فيهم. اديني مثال. يعني على سبيل المثال في العصور القديمه كانوا الفراعنه اقوى حضاره في العالم، لحد ما ظهر لهم منافس. المنافس ده كان اسمه الهكسوس، وفضل الهكسوس والفراعنه موجودين وينافسوا في بعض لحد ما ظهر منافس للفراعنه كان اسمه الفرس. الفرس وقعوا الحضاره الفرعونيه في نفس الفتره اللي الفرس كانت دوله قويه جدا جدا، ظهر لها منافس اسمه الروم. وهم موجودين كده ظهر منافس اسمه المسلمين، وقع الفرس، فبقى الصراع بين المسلمين والروم، وهكذا لحد المنهج بتاعك ما يبدأ. المنهج بتاعنا بيبدأ ان الصراع الدولي كان بين دولتين، دولة اسمها البرتغال ودولة اسمها هولندا. البرتغال دي دولة قوية جدا 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 عسكريا، يعني عندها جيوش. وهولندا دولة قوية جدا جدا اقتصاديا، يعني بتهتم بالتجارة وبتتحكم في أسعارها وبتتحكم في العالم كمان. لحد ما البرتغال، هو للأسف البرتغال كان عندها أصلا أزمة إن عدد سكانها قليل وعدد جيشها كان قليل رغم إن هو قوي، فكانت كل ما تفتح دولة تسيب عدد من الجنود لحد ما الدولة دي مع الوقت أصلا هي قضت على نفسها، ما بقتش دولة قوية. ليه؟ لأن ظهر منافس جديد. المنافس الجديد بقى مين؟ فرنسا. فكده الصراع البرتغال راحت على جنب، الصراع بقى من مين ومين؟ بقى بين فرنسا وبين هولندا. فرنسا قوية عسكريا وهولندا قوية اقتصاديا. ايه اللي حصل؟ هولندا كان معروف عنها ان هي عندها مستعمرات في الهند وفي جنوب شرق اسيا وفي اندونيسيا وفي البلاد دي، كانت بتروح تجيب من المستعمرات دي المنتجات. شويه توابل يا صديقي، على شويه عطور، على شويه، شفت الشطه والكمون والحاجات الصغيره اللي انت مش مهتم بيها دي، كان بيحصل عليها حروب زمان. كانت تروح تجيب شويه التوابل والعقاقير اللي هي الادويه يعني، وشويه ورق الشجر النادر اللي موجود في الهند، وتيجي تبيعها في قاره اوروبا باسعار فلكيه، حاجه كده ما حصلتش. فبحكم ان فرنسا دوله قويه جدا 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 عسكريا، ما كانش عاجبها اللي بيحصل. ليه ما كانش عاجبها اللي بيحصل؟ لان قالت لك ايه ده، ازاي انا ابقى دوله قويه ويتفرض عليا اسعار غاليه جدا كده. المهم راحت طلبت من هولندا ان انت هتديني المنتجات اللي انت جبتها دي بتراب الفلوس، والا هخش معاك في حرب وههزمك. هولندا ما عندهاش جيوش قويه، بس عندها كلمه مسموعه.
فهولندا راحت لبابا الفاتيكان. مين بابا الفاتيكان يا شباب؟ بابا روما، كان وقتها له زعامه دينيه وقتها. فقال لك هيحكم ما بينهم. جم وقعدوا قصاد بعض، الخصم والخصيم قعدوا مع بعض كده. ايه اللي حصل؟ نعمل ايه؟ هتحكم لهولندا ولا هتحكم لفرنسا؟ قال صراحه يا جماعه بعد ما سمع من الطرفين هولندا معاها حق. هولندا هي اللي بتجيب المنتج، فهي اللي تتحكم في سعره. فهولندا مشيت من هنا. فرنسا طبعا متضايقه، انت ازاي تحكمي كده؟ ده دوله قويه. قال له طب ما تاخد الاسطول بتاعك وشوف هولندا بتجيب المنتجات دي منين وجيب زيها، يبقى الموضوع خلص من غير حرب. وبالفعل تعالى بقى نشوف الرحله اللي كانت هولندا بتعملها. وهل الرحله دي سهله ولا صعبه؟ تعالى نشوف كده. العالم كله يا شباب كان فيه طريقين اتنين. ايه ده يا مستر طريقين اتنين؟ ما كانش فيه طيران وقتها. كان فيه طريقين اتنين فقط. طريق اسمه طريق عالمي قديم، وهنا نقصد مصر. وطريق تاني اسمه طريق عالمي جديد، وهنا نقصد طريق رأس الرجاء الصالح. المهم تعال نشوف بقى القصة كانت ماشية ازاي. هولندا بتيجي من قارة أوروبا، تعدي كده تنزل على مصر، تعمل مصر ترانزيت. يعني ايه ترانزيت؟ يعني بتقعد تستريح في مصر وتنزل المنتجات بتاعتها. تمشي كده السفن تيجي تنزلها هنا على العربيات كارو. العربيات الكارو يعني في عمال جداد، يعني في وقت بيضيع. تاخد المنتجات تمشي كده 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 تروح لحد مدينة السويس. طبعا الكلام ده قبل إنشاء قناة السويس. أو تيجي عند التانية بتاعت هنا تمشي كده في النهر وبرضه تنزل المنتجات وتوديها هنا ناحية إيه؟ ناحية الغردقة كده وناحية برضه البحر الأحمر. في بقى ناس تانية وسفن تانية بيحملوا المنتجات دي على ناس تحمل المنتجات على سفن تانية غير السفن اللي واقفة هنا، وتاخد كل المنتجات دي كده تروح معدية هنا، تعدي مضيق باب المندب وتعدي مضيق هرمز نسبة للقائد هرمز اللي احنا خدناه، اللي خالد بن الوليد قتله وعمرو بن العاص منهج تانية ثانوي، لحد ما توصل فين؟ للهند. وترجع بقى ده كله تاني. لما جه ملك فرنسا وقتها كان اسمه الملك لويس ال 14. قال لك يا دين النبي ايه يا عم اللفه دي؟ انا راجل عسكري، اضرب وخد حقك. قال لك انا هستناهم هنا في مصر، هبعت حمله على مصر. وبعد ما السفن بتاعت هولندا تروح وتجيب المنتجات وينقلوا ويجوا لحد الاسكندريه اهو ماشيين، اضرب الجنود واضرب الناس اللي عليها واخد المنتجات وارجع. واحد يقول لي طب مصر بقى ذنبها ان يتعمل عليها حمله؟ هقول لك مصر عندها الموقع المتميز. شفت كده لما يكون بيتكم على الواجهه والناس كلها اللي داخل البلد واللي خارج من البلد يقول لك ياه بيتكم حلو قوي، ده لو عندي نص البيت بتاعكم، ده البيت بتاعكم ده جميل، ده لو عندي يا جدع شبرين بس من بيتكم ده، ويبدا الناس عماله تحسدك 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 على البيت، وانت اصلا لا بتعرف تنام من الدوشه ومن التكاتك ومن الصداع. وبص تلاقي مثلا لو بيتكم معمول من ازاز الناس عماله تحدفك بالطوب ووش. هي ده مصر، موقعها حلو بس داخله في وش. كلمه داخله في وش دي بسبب العالم اسمها دخلت مصر اتون الاحداث المشتعل. يعني ايه دخلت اتون الاحداث المشتعل؟ يعني هتقع في اتون يعني فرن، هتقع في مشاكل وهتبقى دوله ملتهبه طول الوقت بالصراعات بسبب موقعها المتميز. طيب بعد كده بتظهر لي دوله اسمها انجلترا. انجلترا بتعمل ثوره صناعيه وبتاكل هولندا، فالصراع يبقى بين انجلترا وفرنسا. الدرس الاول معاك بيتكلم ان الكلام ده كله كان بيحصل في اوروبا، وعملوا نهضه وعملوا ثوره صناعيه وثوره اجتماعيه، وفرنسا غيرت نظام حكمها من الملك الجمهوري. ثم بتيجي هنا على الشرق. هنا بقى يقول لك ان مصر كانت تبع السلطان العثماني، وكان في شخص اسمه ملتزم. الشخص ده كان ظالم جدا وكان طماع جدا، لدرجه ان في اسئله بتقول عليه ايه؟ تعطي الاعمى العينين فيطالبك بالحاجبين. شوف السؤال جاي عامل ازاي. تنطبق على مين؟ تنطبق على الملتزم لان شخص طماع. بعد كده بيقول لك الوضع الاجتماعي في مصر كان ماشي ازاي، والوضع السياسي وحركه علي بيك الكبير. ثم بيحكي ان الحمله الفرنسيه هتيجي على مصر ونابليون هيجي ومين اللي هيتصدى ليه. ثم الدرس الثالث رحيل الحمله، وده الباب الاول، باب سهل وجميل ولذيذ. الباب الثاني وهو الاطول من حيث عدد الدروس 6 دروس. 4 دروس لمحمد علي ودرسين لخلفاء محمد علي، وده امتع فصل هنعيشه مع بعض لدرجه ان احنا هنجسده وانتوا هتمثلوا معايا. انا هبقى جزء من التمثيل المره دي وانتوا هتمثلوا معايا في الكلام ده في السنتر يعني. طيب ايه كمان عندك بعد كده؟ الفصل الثالث بيحكي على الثوره العربيه، وبيحكي على الازمه الماليه، وبيحكي على الاحتلال الانجليزي لمصر، وبيحكي على شخصيات تاريخيه حلوه جدا زي احمد عرابي ومصطفى كامل وسعد زغلول، واحمد عرابي ومصطفى كامل ومحمد فريد. نيجي الفصل الرابع، وده عباره عن الفصل الثالث 4 دروس، والفصل الرابع 3 دروس. عباره عن 3 دروس بيحكي على ثوره 19 بتاعت سعد زغلول،
وبيحكي على الفتره بتاعه المفاوضات المصريه البريطانيه، وده برضه فيه شويه رغي كده بس لذيذ يعني، ان شاء الله برضه بنجسده ليك. ثم بيحكي على ثوره 1952 بتاع جمال عبد الناصر. بعد كده بيقول لك اركن الاربع فصول دول كانوا بيحكوا على مصر، خش على الفصل الخامس بيحكي على البلاد العربيه، بيحكي على منطقه الخليج العربي، بيحكي على الجزائر، على تونس، على المغرب، على ليبيا. تيجي الفصل السادس بيحكي على نهايه السلطان العثماني، وبيحكي على سوريا ولبنان، وبيحكي على العراق. 3 دروس. وبعد كده بتروح الفصل السابع بيحكي على القضيه الفلسطينيه ولم شمل العرب والحروب العربيه الاسرائيليه، برضه 3 دروس. ثم بتخش على الفصل الثامن وبيحكي في ده اول درس على ثوره 2011 وتاني درس على ثوره 2013 وده درسين، فمجمل الفصول بتاعتك حوالي 29 درس. بنتعامل ازاي سواء في السنتر او المنصه؟ بحكم ان الدروس كتيره جدا 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 بنبدا معاك من شهر 8، مش بنقسم دروس الا لو كان الدرس طويل، يعني نادر لو قسمنا الدرس 2. الحصه بناخد درس نقعد نحل وبندوس معاك جامد جامد في المنهج وبنعرفك صيغ ومصطلحات مفيش مدرس اصلا بيقولك عليها. بنهتم ان انت تكون بتعرف تحل، تطلع من الحصه فاهم ازاي تحل. بنعمل لك ملخصات باستمرار، بنتابع معاك باستمرار يا صديقي عشان في اخر السنه تقدر تجيب مجموع عالي وتكون زي زمايلك اللي بيطلعوا كل سنه من عندنا اوائل الجمهوريه. طيب اتواصل معاك ازاي؟ لو انت من الجيزه او القاهره ابعت لنا رساله على الواتس، هنسيب لك الرقم تحت في الكومنت المثبت، قول لنا المكان الفلاني وهنقول لك اقرب سنتر ليك. طب لو انت من اي محافظه في مصر ابعت لنا برضو رساله وهنقول لك ايه تفاصيل المنصه اللي هتنزل في خلال 3 ايام من دلوقتي. هنعرفك تعمل ازاي، تتعامل ازاي، وازاي تعمل اكونت، وازاي تتابعنا، وازاي الحصه توصلك، وازاي الكتب. انا معاك مستر ابو بكر، اتشرفت بيك وان شاء الله تبقى سنه سعيده علينا كلنا دفعه 2027. سلام.